ازيكم؟ في الفيديو ده هنكمل رحلة باتل بيست اللي بيبحث فيها عن منافس كتير لأن هدفه هو إنه يموت في معركة عظيمة. اشترك في القناة ويلا بينا. باتل بيست واقف جوه السفينة الفضائية ماسك سلاحين كبار وصرخ افتح الباب. الباب اتفتح وهو خرج. دلوقتي هو في الفضاء لوحده، حواليه سفن فضائية كتير. هو طاير عندهم ماسك سيفين، والطاقة في السفن حواليه بتنور الفضاء المظلم. في السفينة الأصلية سلاكا بيبص على الشاشات وهو متوتر ومش عارف ايه اللي هيحصل. الكمبيوتر قال انت كنت عايزني افتح الباب في اتجاه اندفاعك علشان توصل للسفن وتدمرهم، لكن انا فتحت في اتجاه يخليك تلف في الفضاء حوالين نفسك من غير ما تقدر تعمل حاجه. واحنا بنشوف باتل بيست فعلا بيعاني في الفضاء. قائد الجيش قال اخيرا سرطان المجره التوأم بقى في ايدينا. احنا عارفين خطورته فعلا، لازم نعمل خطه نأذيه بيها وهو مش قادر يتحرك في الفضاء بالشكل ده. لكن فجأة في ضربة قوية جدا بتنطلق وباتل بيست بيصدها بالسيف بتاعه لدرجة انها بتكسر السيف وبتعمل انفجار رهيب اللي بيدفع باتل بيست ناحية السفن. والقائد صرخ الطلقة دي وجهته ناحيتنا، مين اللي ضرب؟ واحد قال وهو خايف ما قدرتش اقاوم، هو اكل ابويا، هو اكل ابهاتنا كلنا. وباتل بيست بدأ القتال. السفن بيطلقوا عليه لكن كل طلقه كانت بتقطع في النص الطريق. باتل بيست بيقطع ويدمر الدروع والهياكل، وقطع من السفن اللي بتتكسر بتطير في كل مكان. المعركه اتحولت لفوضى دمويه، سكاكين طايره، اجزاء روبوتات متكسره، جسم آلي اتقطع نصين، كل ده بسرعه جدا. كل ضربة منه كانت بتفتح ثغرة جديدة، والمشهد كله بقى انفجارات ودم ونار. باتل بيست بيقفز على سفينة، وجوه السفينة القائد بيحاول يهرب، بيصرخ لا ما تعملش كده أرجوك، لكن باتل بيست اتكسر الزجاج بدماغه وبعدين قطع راس القائد ورماها في الفضاء وسط مجموعة من الدماء اللي بتتطاير في كل مكان. وبعدها رجع تاني للسفينة. أول ما دخل قعد على الأرض علشان بس يرتاح من القتال المنهك ده. سلكة سأل باتل بيست سرطان المجرة التوأم إيه اللي أنت عملته في الناس دول عشان الاسم ده؟ باتل بيست رد مش فاكر. والسفينة بدأت تتحرك. سلاكا بينظف الدم من الارض وهو بيقول لباتل بيست انت عندك فرصه حقيقيه، معرفش اذا اعتبرتها ولا لا. باتل بيست رد ايه الندوه اللي اتبقى من لحمك؟ سلاكا اتخض وقال لا مش كده، بس انا شعبي محتاجك جدا. انا مش قادر اتخيل الرعب اللي هم عاشوا فيه، اجيال كامله نشأت تحت الحكم المرعب للجاجرنوت. انت تقدر تبقى محرر الشعب، لو قتلت الجاجرنوت دي ممكن الدنيا تتغير. باتل بيست قال انا هرتاح دلوقتي، ما تتكلمش معايا تاني. بعد وقت السفينه بتوصل لكوكب فانتانيا. سلاكا بيكون مبسوط جدا، اخيرا رجع للوطن. سلاكا بيكون متخيل ان امن الكوكب هيكون لسه شغال، ولما يتواصل معاهم بصوته هيفتحوا، لكن مفيش اي حاجه بترد. كمبيوتر السفينه بيقول انه مش هينزل، هو هيفضل يلف في مسار حوالين الكوكب وهينقلهم لتحت. باتل بيست قال كفايه، انا نفسي في قتال وعايز اقاتل الجاجرنوت دي بسرعه. لكن فجاه الكمبيوتر بيقول تحذير، في حاجه بتقرب مننا، توقع انفجار كبير. وفجاه في زي التنين عملاق اللي بيضرب السفينه يدمرها ويخليها تقع. السفينه بتفضل تقع وسلاكا بيقول يا لهوي يا لهوي، ويبص على باتل بيست اللي بيكون هادي جدا. انت ازاي هادي قوي كده؟ باتل بيست رد بالراحه. وبعدها السفينه بتفضل تقع ناحيه كوكب اخضر مليان غابات غريبه واشجار بمظهر مش طبيعي، والسفينه بتنزل على الارض وبتتحطم داخل الغابه في انفجار ضخم. بعد ما السفينه وقعت من جوه الحطام باتل بيست بيقوم بيشيل اجزاء من السفينه علشان يوصل لانه يمسك السيف بتاعه الاحمر ويقف فوق حطام السفينه وهو بيبص على الكائنات الغريبه والعجيبه اللي في الكوكب ده. وبعدها بيبتسم ابتسامه تحدي. الوحوش الصفراء بدأت تهجم عليه بسرعة. باتل بيست قال دي هتبقى معركة عظيمة فعلا. رفع السيف واستعد. الوحوش هجمت عليه من كل ناحية، أسنان بتخبط في الحديد وصرخاتهم عاملة دوشة في الغابة كلها. باتل بيست ظهر في وشهم صرخة قوية خلت الأشجار نفسها تتهز. لكن فجأة لقى الوحوش بتلعق رجله وكأنها كلب أليف بيلعق رجل صاحبه. باتل بيست مش فاهم حاجة، ايه المعنى من ده؟ ازاي؟ انتوا مخلوقات عايزين تمنعوني من معركتي انتوا؟ لكن الوحوش بيلفوا حواليه وبيظهروا الحب ليه. سلاكا خرج من السفينه وقال كويس، باين انك بتعمل اصحاب جداد. واحد من الوحوش عمل صوت باتجاه سلاكا لكن باتل بيست صرخ فيه علشان يهدى. سلاكا وقف عند شجره وقال وهو خايف واضح انك متحكم كويس في الموقف. وبعدين قرب اكتر وهو بيبص للوحوش دول، كبروا اكتر من لما كنت هنا اخر مره. باتل بيست مسح الدم من وشه وقال هيبقوا خيول مناسبه ندخل بيها المملكه بتاعتك. كمبيوتر السفينه قال هتمشوا وتسيبوني هنا يعني لحد ما الطاقه تخلص واموت؟ ما اقدرش اعترض طبعا، لو انا مكانكم كنت هعمل كده معاكم. باتل بيست قال مع السلامه يا كمبيوتر، كنت خصم ضعيف ومش هتوحشنا. سلاكا رد ده كان جارح، بس استنى انا ممكن انقل نظامك على البدله بتاعتي كده هتبقى معانا. الكمبيوتر رد بسرعه هتضحي بالمساحه الثمينه بتاعتك علشاني؟ ايه اللي انا عملته علشان استحق ده؟ سلاكا رد ولا حاجه، اصل انا هعمل ايه بالمساحه الزياده اللي في البدله يعني؟ بس يعني ما تحاولش تتحكم في جسمي وتحاول تقتل باتل بيست، لو حصل كده هو هيدمر البدله كلها وهيقتلني على طول. الكمبيوتر رد تمام اتفقنا. باتل بيست بص له وقال لو كنت عارف طريق مملكتك لوحدي كنت سبتك خلاص، ما تضيعش وقت اكتر من كده. سلاكا قال وهو طالع يركب جنبه اعتقد اني فاكر الطريق، بس الكوكب اتغير كتير من اخر مره. وبداوا يتحركوا جوه الغابه. فضلوا ماشيين وهم ماشيين في وسط الغابه سمعوا صوت ممكن حد يساعدني. واحنا بنشوف بنت لونها غريب مش بشري واقعه في فخ رابط رجلها وبتقول لباتل بيست
انت شكلك قوي وكبير، اكيد تقدر تخرجني من الفخ ده في ثانيه. انا مش عارفه مين اللي نصب الفخ ده، بس لو سمحت حررني قبل ما ييجوا. باتل بيست رد عليها من غير ما يبص حتى. اسف، مفيش وقت ومفيش ثقه، وسابها وكمل طريقه. لكن سلاكا قال وهو متضايق، بجد يا باتل بيست احنا مش مستعجلين، وانا مستني الاف السنين علشان ارجع. لو عندي قوتك كنت اساعدها بنفسي. باتل بيست قرر يفكها وهي ردت شكرا يا بطلي. باتل بيست قال ما تشكرنيش، انا مش عايز شكر. لكن هي قربت منه اكتر. طيب شويه عاطفه على الاقل، وهي بتحاول تبوسه. باتل بيست بعد عنها، انا مش محتاج منك. لكن هي ضحكت لانها خلاص سميته بالفعل وباتل بيست وعلى الارض. وبعدها بصت على سلاكا، كان لازم تسمع كلام صاحبك. باتل بيست فتح عينه بعد فترة، كان مربوط بسلاسل حديد تقيلة والضوء ضعيف حواليه. سمع صوت بيقول أخيرا صحيت. رفع راسه وشافها، نفس الست بس وشها اتغير وشكلها بقت عجوز كده، وكأنها الساحرة الشريرة من أفلام ديزني. كانت واقفة عند نار كبيرة وفي إيدها معلقة حديد بتحرك بيها حاجة بتغلي في حلة ضخمة. قالت وهي بتضحك ما تحاولش تتحرك، أو حاول، مش هتقدر، بس جرب لو عايز. وقعتوا أنت وصاحبك في الفخ بتاعي، بس بصراحة عمري ما قابلت راجل ما بيتأثرش بجمالي. دلوقتي بقيت ملكي. سلاكا قال أنت بتخططي لإيه؟ الساحرة ضحكت وهي بتقول هاكلكوا. غالبا انت الاول، تسخين كده قبل الطبق الرئيسي، لكن الكبير ده محتاج تجهيز خاص. باتل بيست قال لها انا مش الشخص اللي تهدديه، واللي هينتج من الموضوع ده هو ان انا اللي هاكلك. الساحرة قالت دي هتبقى طريقة شاعرية للموت، لو اللي بياكل بقى هو اللي بيتاكل. الساحرة سحبت جسم سلاكة من الدرع وهو عمال يقول انا الامير هنا، انا المفروض ابقى الحاكم، وهي بتضحك عليه ومش مصدقاه. وفضلت تحط توابل وحاجات عليه علشان تستمتع بالعشاء بتاعها النهارده. لكن فجأة بتسمع صوت والباب الحديد بيتكسر لما دخل الوحش الأصفر اللي باتل بيست الصاحب، وهو شايل السيف الأحمر اللي هو كان عبارة عن المخلب اللي باتل بيست أخده من الكلاسس اللي حاربه في الفيديو الأولاني، واللي هو أخو الجاجرنوت اللي بتسيطر على الكوكب ده دلوقتي. الساحرة قالت مش معقول، هل ده هو؟ سلاكة من بعيد قال أيوه، انا قلت لك ان كلامي صح، هو اخده من ايد الكلاسوس بعد ما اكله. الساحره قالت وهي مرعوبه استنى، انت اكلت العملاق؟ طعمه كان ايه؟ كان لذيذ صح؟ باتل بيست قال انت لسه عدوتي، مفيش سبب اتكلم معاكي. الساحره قربت منه وقالت انت فاكر ان انا كنت عايزه ابقى كده؟ انت فاكر اني كنت بحلم من وانا صغيره ان اعيش على اكل الناس اللي بيقربوا مني؟ لا، انا كنت مضطره. سلاكا افتكرها وقال استني لحظه، انتي واجولا بصت له وقالت سلاكا ما عرفتكش من غير المؤخره الثمينه بتاعتك. سلاكا قال كانت اكبر مؤخره في المملكه، ورفعت ايديها والسحر بدا يخرج منها زي الشرار. بس دلوقتي بسحري هخليك ترجع تاني. صوت البرق الاخضر غطى المكان وسلاكا صرخ يا رب يكون ده مش بهارات زياده. البرق نزل عليه ونور اخضر لف حوالين جسمه كله. سلاكا قال وهو بيترعش انا حاسس انها شغاله فعلا. الساحره قالت التعويذه خلصت بس هتاخد شويه وقت. وبعدين بصت على باتل بيست وقالت لكن انت، انا محتاجه مجهود اكبر علشان اكسبك تاني. قربت منه وهي ماسكه الناب الضخم بتاع العملاق وقالت الناب ده اداني فكره لهديه عظيمه ليك. انت عارف ان الشياطين دي بتقدر ترجع من اي جرح، وعلشان كده صعب تموتهم. انا عندي الوسيله دلوقتي، اخلع سلاح يقدر يقتلهم فعلا. بص عليا بقى. وهي راحت على الركن وحطت الناب فوق حاجات حديد كده وطلعت المطرقه وبدات تضرب. كل خبطه كانت بتطلع شرار اخضر والسقف كله بيتهز. ضربت مره واتنين وتلاته، النار خدت شكل السيف والبرق بدا يلف حواليه. السيف الجديد طلع لونه ذهبي والشرار بيشع منه. هي وقفت تتنفس بصعوبه وقالت قوم يا باتل بيست واقبل هديتي دراسكولا، السيف الابدي. باتل بيست مد ايده مسك السيف والنور نور في كل مكان. ابتسم وقال ده بيعجبني. باتل بيست خرج من بيت الساحرة والسيف بيبرق في ايده والوحش بتاعه مستنيه بره. ركب عليه وهو بيتحرك قال طعم لحم الكلاسوس مالح، لو غلبت الجاجرنوت دي هسيب لك حته منها تدويها. الست قالت اتمنى ليك معركه قويه والنصر مشرف يا وحش المعارك. باتل بيست قال لا، اللي انا بتمناه فعلا هو موت مشرف في المعركه. لو لازم انتصر هنتصر، لكن الهدف الحقيقي هو اني اتخلص من الغضب اللي مش بينتهي اللي جوايا. الاتنين اتحركوا من جديد في الغابه، فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند قصر ضخم واقع نص على الارض، ابراجه متكسره وسلالمه مليانه طحالب. سلكه واقف مسؤول وقال القصر العظيم او اللي فاضل منه بس. جوه القصر كانك دخلت عالم تاني، عالم من الموت وجماجم الاموات موجوده في كل مكان. جوه القاعه جاجرنوت قاعده على عرشها واحنا مش شايفين شكلها. واحد من الخدم بيقول مولاتي، اظن اننا خلصنا على اخر المتمردين. جاجرنوت رفعت راسها وقالت اخرهم؟ قال ايوه، كل اللي كانوا ضدك انتهوا، مفيش حد فاضل يهدد سلطتك، المعركة انتهت. جاجرنوت قالت بس دلوقتي عندي مشكلة،
انا اتعودت على طعم لحم الفانتانيين، دمهم بيدي الطاقة. دلوقتي خلاص مفيش حد فاضل. اعتقد ان خدام المخلصين لازم يبدأوا يتطوعوا بنفسهم، بداية بيك انت. وفجأة مدت ايديه عليه وصوت الدم ملا القاعة، وشفنا الشكل الجاجرنوت من الخلف وهي شكلها عملاق بنفس هيئة الكلاسس لكن أضخم بعد ما قطعت الخادم لنصين. بنرجع فلاش باك زمان لما الكلاسس والجاجرنوت وصلوا فانتانيا لأول مرة. كلاسس قال: جاجرنوت أختي، شوف المكان الجميل ده، كله مخلوقات طرية ولذيذة. ضحكت وقالت له: عندك حق يا كلاسس، لو كنت عارفة ان المتعة بالشكل ده هنا كنا سيبنا كوكبنا من بدري. وهما الاتنين ماشيين في الشوارع، كل خطوة ليهم بتكسر الأرض، كل حركة منهم بتدمر مدينة كاملة. المدافع بتضرب فيهم، الشرر بيطير، بس هما بيضحكوا. الناس بتجري، البيوت بتتهد، والسما بقت كلها دخان. فوق في قصر المدينة، أميرة كانت واقفة في البلكونة بعيد لكنها بتشوف الدمار ومرعوبة. الأخوين دول بيدمروا الشوارع يا أميرنا، أنت مش قلقان؟ الأمير سلاكا كان صغير وقتها وكان نايم على السرير الذهبي. ضحك وقال لها: أقلق ليه؟ أنا أقلق بس علشان أنت مش جنبي دلوقتي. الأميرة قالت: بس أنا خايفة. ضحك وقال: اهدي يا حبيبتي، أبويا عنده جيش وده مش أول هجوم، محدش هيقدر يوصل للقلعة. لكن تحت الدرع بيتدمر، وكلاسس نزل بضربة واحدة كسر البوابات. الجنود صرخوا: هم اخترقوا القلعة. وواحد بيقول: هم أقوياء جدا. كلاسس رد عليه: ما تبالغش، انتوا اللي ضعاف جدا. وبضربة واحدة كسر الجدران والصخور وقعت على الحراس. جاجرنوت بصت على سلاكا والأميرة وهما بيحاولوا يهربوا، وقدرت إنها تمسك الأميرة وتقتلها في ثانية. لكن سلاكا قدر يهرب. بعد وقت المدينة كلها لسه بتولع والدخان مالي السما. في قاعة الحرب الأمير سلاكا قاعد وسط القادة، وقائد الجيش قال له: أبوك وأمك ماتوا، المملكة بتقع، بس لسه في جيش، لسه عندنا أمل، لازم حد يقودنا، الناس محتاجينك، لو قدتهم دلوقتي لسه ممكن ننقذ فانتانيا. سلاكا قال وهو خايف: أنا ما أقدرش، هم أقوياء جدا. قائد صرخ فيه: أنت عار. بعد وقت القلعة بتتدمر أكتر، وسلاكا قاعد في المخبأ بتاعه مع مجموعة من الخدم، والبنات الخدم اللي معاه خايفين. لكن سلاكا قال لهم يثقوا فيه، مفيش حد هيوصل لهم هنا، والوحوش دول بعد ما يخلصوا تدمير مش هيلاقوا حاجة يعملوها وهيسيبوا الكوكب ويمشوا. لكن فجأة الحيطة اتكسرت فوقهم، وكلاسس دخل وبص على المجموعة كأنه بيشوف وليمة. كلاسس مسك الأمير سلاكا من دراعه وهو بيصرخ: جيشك انهار، جنودك باعوك، فات شهور من أول ما أكلنا أهلك. ياه، أنا بعشق دم الملوك. ورمى سلاكا ناحية بقه علشان ياكله. أسنان الكلاسس قطعت جسم سلاكا، لكن وهو بيموت شاف جوه بطن الكلاسس أبوه وأمه اللي بطريقة ما لسه ما ماتوش. حاولوا يمدوا إيديهم لسلاكا، والأم قالت بصوت متقطع: خد قوتنا الملكية، هتخليك تعيش أكتر من الطبيعي، استخدمها وانتقم لينا. وبعدها النور ذهبي خرج منهم ودخل في جسم سلاكا اللي كان بيصرخ: لا، مش عايز، أنا ما استحقش. بس النور دخل غصب عنه، ولما خلص ما فضلش غير سلاكا هو اللي لسه صاحي وعينه منوره، لكن وشه كان مليان بالذنب. بنرجع للوقت الحالي، سلاكا واقف جنب شجره وبيقول: كان عندي القوه زمان وما استخدمتهاش، وشعبي دفع الثمن غالي، بس المره دي مش هكرر الغلط ده تاني. والاتنين اتحركوا مع الغروب، كانوا ماشيين ناحيه القصر. اول ما قربوا سلاكا قال بصوت حزين: يا لهوي، كل ده راح، كل حاجه اختفت. باتل بيست بص له قلب برود: ما تضيعش وقت في الصياح، انا مش هتحمل اي تاخير زياده. الكمبيوتر قال: انا عارف انك قاسي علشان كده بكرهك، بس انت قلت لي انك كنت قوه للخير في كوكبك، ازاي سمحت لنفسك تتحول لكده؟ باتل بيست رد بعصبيه: انت ما عندكش فكره انا متحمل ايه، كل لحظه في حياتي كانت عذاب، غضب ما بيخلص. لما ببص عليك مش ببقى عايز حاجه غير اني اقتلك واشرب من دمك. انا طول الوقت بفكر نفسي ان ده هيبقى دمار بلا هدف، انا نفسي اخلص من ده، نفسي ارتاح، والموت هو السلام الوحيد اللي فاضل لي، ده الصراع اللي جوايا. الكمبيوتر قال: انا شفتك بتهدي نفسك لحد ما تنام على السفينه، لو تقدر تعمل ده فانت تقدر تتحكم بغضبك كويس لدرجه انك ما تبقاش متغطرس حقير ما عندوش مشاعر طول الوقت كده. باتل بيست بص له بعصبيه وقال: يا كمبيوتر، اعتقد ان انا بدات احبك. دخلوا اكتر جوه المدينه المهدومه. سلاكا مع الوقت مش بيكون متحمل الدرع الآلي لأن جسمه الحقيقي بدأ ينمو بسبب تعويذة الساحرة. وأخيرا بيوصلوا للقصر. باتل بيست رفع السيف وقال: مفيش وقت نضيعه، يلا بينا، أنت أكيد فاكر الطريق جوه القصر. بيفضلوا يتمشوا لحد ما يوصلوا لمكان العرش، وباتل بيست بيصرخ: فين هالجاجرنوت؟ لو بتستخبي اظهري دلوقتي. صوته اتردد في القاعة، بس الرد من ناحية تانية، صوت همس ضعيف: هش هنا يا بطل. باتل بيست بص ناحيته، لقى راجل غريب عجوز وتعبان لابس جلابيه قديمه واقف في الضلمه. قال بصوت هادي: بتدور على الجاجرنوت صح؟ الكبير بالسيف والدم والغضب. انا شفت كل حاجه هنا، محدش بيجي المكان ده غير حد بيدور على القتل. والراجل حرفيا مش بيبطل كلام، لكن نص الكلام بيقول ان الجاجرنوت في السلالم اللي تحت. باتل بيست بيسيبه وينزل. سلاكا بيتخلص من الراجل الصرصار وبينزل وراه، لكن وهو بيتحرك بيلاقي انه مش قادر يتحمل جسمه جوه الدرع اكتر، وبيطلع نفسه علشان يكتشف ان جسمه رجع تاني ودلوقتي بقى عنده رجلين. هو فرحان جدا، لكن فجأة بيتداس على وشه وتظهر جاجرنوت. اهلا بيكم في مملكتي،
انا مبسوطه. باتل بيست اتعصب، انت قتلت صديقي، ورفع السيف. الجاجرنوت بصت على السيف ولد ببطء. استنى، السيف ده انا عارفاه، ده ناب اخويا كولاسوس. انت حررته من السجن الكوني وسرقت نابه وعملت منه السيف ده. باتل بيست رد، انا دورت عليه علشان اتقال لي انه مقاتل قوي، بس هو مطلعش قوي ولا حاجه. الجاجرنوت صرخت، مستحيل، محدش يقدر يهزم العملاق كلاسس غيري. باتل بيست رد، هو ما كانش مقاتل جدير، اتمنى انك تبقى افضل منه. جاجرنوت ضحكت، انا بس كنت بهزر، هو قوته مش حاجه بالنسبه ليا، انا هاكل جسمك قبل الشمس ما تطلع. وهي بتضربه بالسيف بتاعها، لكن باتل بيست بيتجنب الضربه. ده كل اللي عندك سخيف. لكن بالايد التانية قدرت تطعن باتل بيست ببطنه. ايه رايك كده؟ باتل بيست اخيرا ابتسم وقال، بدايه كويسه. جوجرنوت ردت، بداية؟ لا لا يا حبيبي، دي نهايتك. باتل بيست مسح دم من على وشه وقال، انا اتمنى انك تقدري تديني نهايتي فعلا. جوجرنوت قالت، عايز تموت؟ غريبة دي، بس دي موهبة عندي، انا ممكن اعمل ده طول اليوم. باتل بيست رد وهو بيتنفس بصعوبه والمخالف في بطنه، انت بتتكلمي كتير. جاجرنوت ميلت ناحيته وقالت، ها هتوشوشني قبل ما تموت؟ انا سامعاك يا قطتي الصغيره. وقبل ما تكمل باتل بيست بدا يعضها في كتفها، الدم الاخضر بتاعها بقى في كل مكان. حاولت تضربه بالنابل اللي في ايدها التاني لكنه صد الهجوم بالسيف، وبعدها مضغ الجزء اللي قطعه منها. ده لذيذ فعلا. الجاجرنوت رميته بقوه كبيره على الحيطه، وبعدين نطت علشان تهاجمه تاني، كسرت بيه الحيطه وطلعوا بره القصر خالص، والاتنين نزلوا في الشارع. باتل بيست بيحاول ياخد نفسه، لكن الجاجرنوت مش محتاجه تاخد نفسها وهي بتهجم عليه. لكن باتل بيست في اخر لحظه بيصد الهجوم بالسيف بتاعه عشان الجاجرنوت تحط المخلب التاني بتاعها وتكسر السيف بتاع باتل بيست. وقالت، اخويا كان دايما الاضعف بينا. باتل بيست قال، ثقتك في نفسك غلط، اخوك اداني قتال افضل من ده. الجاجرنوت اتعصبت وهي بتضرب باتل بيست بظهر ايديها ترميه بعيد، وبعدين رجعت قفزت عليه. انت نسيت ان انا اللي سجنت اخويا في السجن الكوني وواجه الحقيقه. انت حولت اللي اتبقى من اخويا لسيف وانا كسرته زي ما هكسرك. باتل بيست قال، السيف ده كان هديه من حد بيكرهك، هو بيحمل جزء من قدرات اخوكي. والسيف بينور وكانه بيشفى ويرجع تاني علشان يخترق جسم الجاجرنوت اللي بتصرخ باسم الساحره. بعد ما اقتلك هدور عليها واقتلها الحقيره دي. باتل بيست، لو دي المعركه اللي انا هنتهي فيها فانا هاخدك معايا. جاجرنوت حاولت تضربه تاني لكنه مسك الجزء اللي اتكسر من السيف في الاول بايده وقطع بيه ايد الجاجرنوت. الجاجرنوت قالت، تمام تمام، وقت مستقطع، ورفعت باتل بيست في الهواء. ده محرج اني اقول كده، بس انا ما كنتش مستعد ليك، المره الجايه هستعد كويس. وهي بترمي باتل بيست بعيد جدا في وسط الكوكب، والوحش الاصفر شافه وطلع يجري ناحيته. الجاجرنوت قالت، ده كان قريب. وهي بتتحرك بالعافيه، فين الكائن الصغير اللي ضربته في البدايه؟ انا محتاج اكل حاجه استعيد طاقتي. لكن سلاكا كان هارب. لما بنشوف ان اللي انقذه هو الكمبيوتر اللي اتحكم في الالي علشان يسيء سلاكا وينقذه. ارجوك ما تموتش ما تموتش ما تموتش. بعد ما خرج الكمبيوتر كان فاكر ان سلاكا مات فعلا، لكن سلاكا قام بالعافيه وهو بيتألم، لكن تعويذه النمو لسه شغاله وجسمه بيبدأ يرجع من تاني. واول حاجه سلاكا بيسأل عليها هي فين باتل بيست. الكمبيوتر بيقول انه ما يعرفش اللي حصل، بس لو الهدوء ده فغالبا هو مات زي ما كان عايز. سلاكا قال، بس انا ما كنتش عايزه يموت، هو كان صاحبي. الكمبيوتر قال له، انا مش مصدق ده. لكن الاتنين بيتفقوا على انهم لازم يستخبوا لان الجاجرنوت اكيد هترسل حد يدور عليهم. في الغابه الوحش الاصفر بيفضل يدور على باتل بيست لحد ما بيلاقيه سايح في دمه وبطنه مفتوحه. باتل بيست بيقول، لسه ما خلصتش، القتال ده كان بس البدايه. بعد وقت في القصر الجاجرنوت بتاكل حد علشان يساعدها في التعافي، وهي بتقول، الوحش ده باتل بيست خطر حقيقي ولازم اجهز له سجن كوني جديد زي اللي عملته لاخويا. في مكان تاني في الكوكب الاحمر اللي حصل فيه القتال بين باتل بيست والكلاسس، فريق من الفضائيين جميع الحيطان بيقلبوا في جثه ضخمه ميته. واحد فيهم قال، دي لحمه كتير جدا، ده ممكن نبيعه كحوض فضائي هنكسب ذهب. لكن فجأة الجثة اتحركت وبدأت تتكلم، أنا مش جثة، مش ميت، أنا بشفى. وهو بيطرس الفضائيين الصغيرين اللي حوله، واحنا بنشوف إن كده الكلاسس رجع تاني. في فولترام جنرال كريج بيبلغ تقرير لثراج عن فانتانيا، كوكب ما كانش ليه لزوم، لكن الاخبار بتتكلم عن عملاقيين غير معلومين المنشأ لكنهم بيمتلكوا قوه كبيره جدا لدرجه انهم محتلوا الكوكب كله ودمروا دفاعاته كلها لوحدهم، وان بقى لهم الاف السنين هناك. ثراج قال، تمام، لو هم اقوياء زي ما بتقول يبقى ابعت لهم الشخص الوحيد اللي اكيد هينجح في السيطره على الكوكب ده، ابعت كونكويست. وبس كده، ده كان الجزء الثاني من قصه باتل بيس. زي ما قلت لك القصه لسه ما خلصتش وبتنزل منها كل شويه جزء، فهبقى اكملها لما تنزل ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا. كان معاكم احمد ايه وكده.